النهارده انا بعمل العجز دوت خلاص، وقلت من حساب العجز الى حساب الخزنه. ليه؟ عشان اظبط خزنتي. ما هي خزنتي كانت رقم معين، وجيت في الدفاتر وجيت اجرد لقيت الجرد ايه؟ اقل. يعني انا في الدفاتر مثلا 1077 جيت اجرد لقيتها كام؟ 1000 جنيه بس. ففي 77 جنيه في الدفاتر اعلى من الحقيقي، فلازم اقلل الخزنه في الدفاتر. فهعمل القيد ده اقول من حساب العجز الى حساب الخزنه، فتبقى بدل ما هي تبقى 1000 تبقى 1000 جنيه. يبقى انا كده ظبطت الخزنه. اي بعد ما اظبط الخزنه اروح مزودها تاني ب 70 جنيه. هتبقى من حساب عجز الخزينه. لا حساب المصروفات حساب عجز الخزينه. يبقى هي كده من حساب المصروف اللي هو اسمه ايه؟ فاتوره. هنا بس الفكره يا استاذ سمير انت صح، بدل ما اكتب مصروف انا هكتب اسم المصروف اللي هي ايه؟ فاتوره اتصالات مثلا، او انا مسميها اتصالات على حسب البند انا مسميه ايه. يبقى من حساب المصروف اللي هو اتصالات الى حساب عجز الخزينه. وانا قلت عجز الخزينه 77، خدت منه 70 قدرت اسدده. وقال لي كمان خلي بالك السبعه الثانيه دي فروق نسريه اللي هي الفروقات بتاعتها. يبقى اقول من حساب الفروق النسريه الى حساب عجز الخزينه. لما اجي اعمل حساب الاستاذه الاقي عجز الخزينه بقى صفر. طيب الاستاذ احمد قال لي ان هو ايرادات. مين قال ان هي ايرادات؟ ولا عكس، مين قال ان هي ايرادات؟ لا انا مش شركه اتصالات، انا شركه. انت كنت فاكر كده برضه؟ اهلا وسهلا. الحمد لله ما كنتش اطلع. انا كنت اقول لك اطلع يا جينيوس. يعني انت بالنسبه لي جينيوس. بقول لك اطلع يا جينيوس. ليه نفسي؟ فالنهارده دي ايرادات ازاي يا جماعه؟ دي مش ايرادات اطلاقا. صورها وحطها على الجروب بتاع السير. لا انا بحبك قلبي، انا بحبك بس كده. يا جماعه ايه الموضوع سهل خالص. هو ده كده طبيعي اللي هو كمصروف طبيعي من الخزنه صح؟ انت قلت برضه من حساب الخزنه. ماشي، ده كده طبيعي اللي هو مصروف من الخزنه صح؟ عمر ما المصروفات تبقى دايما. المصروفات هنا ازاي؟ يا جماعه ازاي مصروف يبقى دايما؟ ازاي مصروف هنا يبقى دايما؟ انت صرف من الخزنه ده. انا بتكلم ان هي كانت حاجه قديمه. فاكرين لما قلنا المصروف مدين؟ بس انت عارف تعمل كده امتى؟ لما ترد مصروف، يعني مثلا حاجه صرفتها وعايز تردها. الايراد عشان هو فكر ان ده شركه اتصالات فهي بتقول ايراد. لا ده انا بقول انا بدفع فاتوره اتصالات. بعمل الجمله تاني. كنت عارف كمان على كتابه السؤال. بص وان المحاسب لم يسجل دفعه فاتوره هاتف. فمعنى كده ان الرصيد ده هيزيد. انا كنت هكتب ان العجز 70 زائد 77 ده هد مركب. اصلا على طريقه السؤال كنت هزود لا مفيش. احنا عاده كمحاسبين لما نروح نشتغل مع ناس مش محاسبين، لازم افهم. فلازم انا افضل حتى لو انا مش فاهم افضل الف وادور حوالين المعلومه اللي بتجيلي. طب هو انت كذا ولا كذا؟ شفتوا الدكتور لما مريض بيجي له هو حاسس باللي هو بيحس بيه، بس يقول له هو انت حاسس بكذا؟ طب انت الحته دي بتوجعك؟ طب انت الحته دي بتوجعك؟ طب انت لما بتكح بيحصل لك كذا؟ اللي هي شويه مؤشرات اللي تخليه يقول ان هو عنده المرض الفلاني مش عنده المرض الفلاني. صح ولا لا؟ احنا زي الطبيب، احنا زي المهندسين. انا بيجي لي العميل او الراجل اللي هيقول لي المعلومه اللي هبني عليها قيد محاسبي وابدا. طب هو انت جبت من دوت ولا جبت من ده؟ طب هو دي الفلوس دي اصلها ايه؟ مش احنا بيحصل معانا كده؟ نيجي نقول والله خد الفلوس دي، طب دي بتاعت مين؟ هي دي من عميل ولا عاوز توديها ولا من حسابك الشخصي؟ عشان لو من عميل يبقى ليها قيد، ولو من حسابك الشخصي يبقى ليها قيد، ولو من اخوك ليها قيد، ولو من عمك. صح ولا لا يا جماعه؟